أخ مالك كرباج، كيف قمت في حركة فرسان الحق التي تترأس مواقع فرسان؟ حركة فرسان الحق تتابع للشيخ أبو حسن عارف حلاوي للتوحيد والتواصل، وتناشد السلام في الشرق الأوسط، وتترأس مواقع فرسان على موقع جوجل. حركة فرسان الحق حق الإنسان. فرسان الحق شفع عمرو الباطل في الإنسان. فرسان الدروز العقل في الإنسان. فرسان شفع عمرو نفس الإنسان. مالك كرباج كلمة بدون تراجع هي تلك الحركة دينية تاريخية التي قامت في اليوم الوحدة الشفاء عمرية في مجزرة شفاء عمرو على قضية الإرهابي المتطرف إعدام ناتان زادة في الخلاف الطائف بين الدروز والمسيحية في شفاء عمرو. قمنا في بيان هام بعنوان حركة فرسان الحق تتابع الشيخ الجليل أبو حسن عارف حلاوي، ونشر البيان في موقع بكرة على يد المراسل في موقع بكرة زايد إخنافس. فرق البيان في دار البلدية لجميع القيادات السياسية والقيادات الدينية في شفاء عمرو، وإلى كنيسة المسيحية شفاء عمرو، وإلى رئيس بلدية شفاء عمرو ناهض خادم، وإلى رئيسة الراهبات في شفاء عمرو، وإلى جامع المسلمين في شفاء عمرو. وسلم البيان على يد مفرق البيانات في دار البلدية إلى القيادة الدينية الدرزية، منهم الشيخ يوسف أبو عبيد ورفاقه. وكان البيان بيان هام هو استنكار الخلاف الطائف في شفاء عمرو، وحركة فرسان الحق استنكر تلك الخلاف. ومن بعد ذلك ابتدأنا نقود الحركة لتبيين كل حقيقة في عرب 48 بدون أي تحيز، وكشف كل الحقائق لجميع الأمة العربية عن عرب 48 وسياستها المبرمجة والمزيفة. هذه هي حركة فرسان الحق ومواقع الفرسان. والحركة معترف فيها على يد المحكمة الصلح حيفا، على يد الحاكم كوتون. حركة فرسان الحق، فرسان الحق شفاء عمرو، فرسان دروز، فرسان شفاء عمرو، مالك كرباج. وأقول إلى جميع القيادات الدينية والسياسية أي منهم يتلاعب في مواقعنا، نحن نتجه إلى دار القضاء من أي قيادة كانت بدون أي نتهاون مع أي منهم في شكوى قضائية في تلاعب بمواقع الشيخ أبو حسن عارف حلاوي للتوحيد، مواقع الفرسان.